الله الله على الجمال. هنعمل النهاردة أحلى فول متدمس بطريقة حلوة وسهلة جميلة جدا. هتعمليها في البيت عشان ما تشتريش إن شاء الله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. عشان ما تشتريش فول من بره، يعني هيدوكي الحبة مثلا كبشة قد دي كده ب10 جنيه اقل حاجه هيدوها لك. عشان ما تغرميش من بره هنعمله في البيت. هتعمليه عندك في البيت وتعملي جنبه بقى اي حاجه تانية، بطاطس اي حاجه، ونعمل سحور مع جبنه مع ان شاء الله. تعملي الزبادي في البيت برضو ان شاء الله. هوريك الطريقه بتاعه الفول بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. انا عندي النهارده الفول البلدي بتاعنا، الفوليه البيضه اللي هي البلدي مش الصغننه الحمراء اللي هي بتاعت مش عارفه من الصعيد ولا منين، بس مش بلدي مش بتاعتنا. بصوا الفوليه البيضه الحلوه دي بتبقى حلوه قوي في التدميس. التانية بتبقى مش حلوه، بتاخد وقت تسويه اكتر وبتبقى غامقه في الفول. التدميس بتبقى غامقه ومغمقه الفول معاكي. هنا انا غسلت الفول بتاعي كويس قوي، دول كيلو الا ربع من الفول التدميس. نقيته حلو وغسلته كويس قوي. انا بولع عليه في ساعتها. انا طالعه جبت الحاجة المغرب كده كنت بولع على الفول. حطيت هنا ليمونية، فلفلاية سبايسي، وهنا هنحط معلقتين وكمان قطاية. وهنا غسلت شوية من العدس، حوالي معلقتين كبار من العدس انا غسلتهم. وهحط عليه كمان معلقتين من العدس زي ما انتوا شايفين كده. معلش انا عشان بصور بايدي وايد ماسكة الحاجة، فانتوا ايه بصوا كده اهي. يعني معلش لو الصورة مهزوزة شوية كده. خلاص انا حطيت قطايه، ليمونه مقفوله، فلفلايه سبايسي. ما تخافوش مش هتبقى حراق. دول معلقتين كبار من الخل. السر بتاعنا النهارده والتكه الحلوه اللي هتسرع في التسويه بتاعتك هي المعلقتين الخل دول. يعني مش هيقعد معاكي المده بتاعت التدميس وقت طويل. هنا ميه مغليه، تغلي ميه في الكتل او تغلي ميه في البراد وتزودي ميه مغليه زي ما انتوا شايفين كده. هنحط كده الميه المغليه، وزي ما قلت لك الفلفلايه السبايسي دي مش حراقه ولا هتطلع، هي حتى لو حاميه مش هتطلع الحاميه بتاعتها في التدميس. زي ما انتوا شايفين كده الشارع وعيال الشارع. زي ما انتوا شايفين كده حطيت ميه مغليه وولعت عليها النار، عليت شويه على ما يغلي اول غلوه. بس بعد كده هتوطي عليه سهاري خالص. هنا انا عندي حله ستانلس صغننه، انا حطيت فيها ميه مغليه عشان ازود منها. هنا في نص التسويه بوريك الفول، بصوا اهو هنا بيغلي اهو. بصوا في نص التسويه انا بقلبه بديله تقليبه كده. بصوا حطي الليمونيه مقفوله مش هتمرر معاكي ولا حاجه ما تخافيش. هنا بصوا اللون بتاعه كده اهو، اللون الحلو الجميل ده. لا حاطين رز ولا حاطين اي حاجه ولا حاطين غير معلقتين العدس وقطايه وليمونيه وفلفلايه سبايسي. بصوا كده انا بوريكم ان هو لسه يدوب داخل في السوا. بعد كده ساعتين او ساعتين ونص من على النار داخل في السوا اهو. ميته كده خفيفة لسه لان هو لسه ما اكتملش السوا بتاعه. بعد كده بتهدي النار شمعة زي ما قلتلك، وبتحطه فوق طبق استلس او حلة استلس بتحطيها تغطيه بها عشان تزودي مية سخنة من فوقها. بلاش الغطا بتاع الدماسة. لو مش عندك دماسة اعمليه في حلة بس احكمي الغطا شوية حلو. بصوا كده الجمال اهو. بصوا الفول بصراحة كانوا شوية فول زبدة كهرمان. بصراحة اعمليها في البيت بالطريقة دي سهلة وبسيطة. هاتي نص كيلو، هاتي ربع كيلو كده. بعد ما قرب يستوى فضل 10 دقايق على السوا بتاعه خلاص. معلقة دقيق، هتقولي بتحطي دقيق ليه؟ معلقة دقيق، معلقة نشا او معلقة نشا في حبة مية صغيرين. دولت بيخلوا قوام المية بتاعك تقيل كده، ومية الفول تقيلة. اللي بتجيبيه من بره ميته بتبقى تقيلة. كانوا بيبقوا حاطين فيه رز او حاطين فيه اللي هو الفول المدشوش بتاع الطعمية. انا دلوقتي معلقه دقيق صغيره حطيتها على ربع كوبايه من الميه وحطيتها على الفول يدي بس سمك للميه بتاعه الفول. بصوا تقلت معايا ازاي. بصوا كده الفول بتاعي خلاص دخل في السوا. ما تعمليش الخطوه دي الا قبل ما تطفي عليه بحوالي ربع ساعه. ودي الفلفليه طبعا استوت معاه والليمونيه استوت معاه، بس لا في مراره ولا في حاجه حاره فيه، وحلوه قوي. جربي الطريقه بتاعتي دي هتعتمديها طول شهر رمضان تدمسي بيها الفول بتاعك. بصوا سمك الميه بتاعتي وهي بتغلي، كل ما تسيبيه على النار مده اطول كده ياخد معاكي حوالي 5 6 ساعات على نار هاديه شمعه كده صغننه. هنا برضو حطيت كمون وليمون وزيت. هنعمل بقى طبق فول حلو. طبعا احنا هنتغدى منه طالما في فول يبقى هنتغدى منه اهو. هعمل طبق فول حلو. كنت عامله جنبه بابا غنوج وعملت جنبه بطاطس مهروسه بالكزبره الخضراء وبتنجان مخلل بقى. وبصي
وعيش بلدي من بتاعنا الحلو واتغدينا منه. طالما انا عامله فول والباقي هكيسه واشيله في الفريزر قبل ما تيجي في السحور كده، قبلها بشويه تطلعي الكيس تسيبيه على الرخامه وقت السحور هتعمليه حلو قوي. هنا بوريك الميه بتاعته، بصوا اهو انا بعمل بسجل بايد التليفون بايد والطبق في الناحيه التانية كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا انا حاطه الدماسه على عين صغيره وعلى نار شمعه زي ما قلت لكم. هنا هو لسه بيغلي، بصوا الله الله الله، الواحده بوحدتها كهرمان زبده مستوي جدا جدا جدا. جربي الطريقه دي والله مش هتندمي. حطي بقى السر الحلو اللي هقولك عليه النهارده، الطحينه دي مش بتبقى طحينه خام، بتجيبي معلقتين من الطحينه، طبعا الطحينه غاليه نار، معلقتين من الطحينه تحطي عليها معلقتين من الدقيق وتضربيهم كويس قوي بايدك لحد ما يفكوا مع بعض تبقى بيضه فله كده زي ما انت شايفه كده. من معلقتين طحينه عملت طبق كبير، او معلقتين طحينه عليهم معلقتين 3 من الدقيق، وهنا رشه من الزيت، وطبعا حطينا كمون وليمون وشويه من الشطه وعملنا الطبق الجميل ده. جربيه والله ما هتندمي بالطريقه دي، لازم تجربيه بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبك. وكل سنه وانتم طيبين وسلام.